ما بين الزيرو والواحد، عوالم تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. انت بقى اللطيف اللي اتريق على اسمي، ها؟ ولا اتريقت ولا حاجة، ما كلنا في الهم سوا. انت بتقارن نفسك باسم الخربطلي؟ في ايه يا عم، مال خلقك ضيق كده؟ وسعوا شوية، السنة طويلة. في ايه يا شباب؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي وهنبقى في وش بعض كل يوم. وانت ايه انت كمان؟ ولا فاكر انك عشان التاني على الجمهورية هتعمل فيها 1000 علينا وجو مدارس الحكومة ده؟ ايه، مفيش حد عاجبك؟ ما تظبط كده بدل ما اظبطك. ده انا هديك. تدي مين؟ انت لسه معرفتنيش. ايه ده؟ انت وهو وانت كمان على مكتب العميد حالا. اللي حصل ده مش مقبول تماما في الكلية عموما وفي الاسم بتاعكم خصوصا. انتوا مفروض الافضل. آدم ملوش دعوة، الخناقة دي بيني وبين ياسر، وهو اللي ابتدى أصلا. ما طلبتش منك تتكلم يا دكتور، هو حاول. ولا سمحت لك انت كمان تتكلم. اللي حصل ده لو اتكرر هيكون في إجراءات تانية. اتفضلوا على محاضرتكم. تفتكري يا ندى هيحصل لهم حاجة؟ أنا ما استريحتش للي اسمه ياسر ده، نفخ نفسه زي الكرومبة. مش عارفة يا تاليا، بس لاحظت إن آدم طيب وفي حاله، وتيفا مندفع بزيادة. أوبا على الملاحظات. شكرا على اللي قلته عند عميد الكلية. أنا قلت ده لأن دي الحقيقة. أنا ما حبش حد يشيل شيلتي. ماشي يا تيفا. صحيح انت من فين؟ أنا صعيدي من هنا، بس أبويا أجر لي شقة هنا جنب الجامعة. وانا كمان. من هنا؟ ولا أبويا أجر لك شقة؟ انت كله عندك هزار كده؟ لا يا عم، شقتي برضو قريبة من الكلية وقاعد فيها لوحدي. ايه رأيك نبقى نذاكر سوا؟ اهو نشجع بعض. ولو إني عارف مفيش حد بيستحملني، بس نجرب. تعال نشوف فتيات الدفعة وعبد الحميد لا تكون الكرافات طبقت على رقبته. ألو، أيوة يا فندم، أنا سعاد من الملجأ. أيوة، آدم خد مفتاح الشقة. بالظبط، أيوة، والبطاقة الشخصية كمان. بس أسئلته كترت يا فندم، وبقى متوتر جدا، وبصراحة خايفة لا يبتدي يدور ورايا. لا لا، اطمن حضرتك، ما يعرفش أي حاجة، أنا مأمنة كل حاجة هنا. تحت أمرك يا فندم، مع السلامة. تاليا، ها، أنا قاعدة لوحدي في بيت أبويا وأمي الله يرحمهم في مصر الجديدة. لو وقتك وظروفك تسمح وتحبي طبعا، ما تيجي نبقى نذاكر سوا هناك. يا سلام، غالي والطلب غالي. لو مش هينفع خلاص ولا يهمك. في إيه يا ندى؟ أنا بهزر يا بنتي.
طبعا ينفع ونص. بصي أنا أصلا مش طايقاهم في البيت اليومين دول، وشكلي هبطل تمرين كمان، فأنا فاضية. تمرين إيه؟ وحصل إيه في البيت؟ دي حكايات كتير نحكي فيها على راحتنا بعدين. يلا أنا هطير دلوقتي، أشوفك بكرة في المحاضرات. بلاش شو لمد البوز ومكشرة. ندى قلقانة عليها يا جاسر. اختك هذه راسها يابس شراط الصخر، وكل اللي تقوله مجرد أوهام وخرابيط ما لها أساس. خرابيط؟ طيب يا جاسر، طيب. عم صديق. خير يا عبد حميد، حصل حاجة؟ أنا عايزة أتكلم معاك. أنت وعدتني تحكيلي، وأنا عندي أسئلة كتير قوي. تاليا، انتي لسه صاحية لحد دلوقتي؟ شوفي ازاي. أنا مش فاهمة، انتي اتغيرتي ليه وبقيتي بتكرهيني كده؟ ده أنا حتى من فضلك سيبيني في حالي يا بنتي. ده أنا كنت بقولك إيه، الدور ده تلعبيه على موافي جوزك. أنا والله العظيم لو حكيت واتكلمت البيت ده هيولع حريقة. خدي الباب في إيدك يا نوجة. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب، والصورة لو كتبت نفتح للنور 1000 باب. المرة دي عدت على خير يا آدم، لكن المرة الجاية محدش ضامن. بقولك إيه، امشي جنب الحيط وعدي الكام سنة دول، مش محتاجة مشاكل. بس يا ترى مين بقى المحسن الكريم اللي جاب لي الشقة واللبس وبيصرف عليا كل ده؟ وليه؟ أنا لازم أعرف مين ده. غالبا مس سعاد مش هتقول حاجة، بس أكيد بتتواصل معاه، يعني نمرة تليفونه واسمه على تليفونها. يعني الحل الوحيد إني أوصل للتليفون ده. عم صديق، أنت كنت تعرف أبويا سعيد الدكروري؟ أنا كل اللي أعرفه إنه كان ابن عم أمي، ومات قبل ما اتولد بشهرين، وملوش صور كتير، ومحدش بيحكي عنه خالص. أقول لك إيه، أنا مش عارف ينفع أقول ولا لأ، وهيحصل لي إيه لو الهانمة الكبيرة عرفت إني قلت. في إيه؟ هو الموضوع قد كده صعب؟ سعيد يا ابني، سعيد مش أبوك. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل في عز الضلمة. قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل.